السلام عليكم. طبعا الفيديو ده حيشوفوه نوعين من الناس. النوع اللي بيخلي اي حاجه وبيعلق تعليق عنصري وتعليق سخيف ويمشي، والنوع اللي بيتناقش سواء كان نقاشه ده سلبي ولا ايجابي، المهم بيخلي نقاشه كوجهات نظر ويمشي. الاتنين حبابكم وحاد الله. الكلام اللي انا عايزه اقوله كلام بعيد عن الاخلاق، كلام بعيد عن الدين، كلام حقيقي، حاجه كده ده حقيقيه حاره حتوجع كتار من اللي حيشوفوا الفيديو ده. قبل ما اقوله حاذكركم بمعلومه بسيطه جدا جدا. لما البني ادم ده اتخلق على دفه صواب وخطا، اتخلق ذكر وانثى، يعني الغلط حق النسوان والغلط حق الرجال كما الصواب، الاتنين في نفس الميزان، ما في واحد ميزانه بيرجح من الثاني. نخش في موضوعنا. الفترة اللي فاتت انتشرت فيديوهات بتاعت أطفال مجدعين بيحاولوا يتخلصوا منهم بطرق كعبة شديد، حرق، يقدعوه في حمام، يقدعوه في بير، حاجات قاسية شديد. والكلام ده كله في فترة ورا بعض، رب 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 كله جه ورا بعض. تمام؟ الناس اتصدمت طبعا، وفي ناس ما مصدقة، وكيف ان احنا مجتمعنا المحافظ ده تظهر منه الحاجات دي كلها. عيب. الوجعني في الموضوع ده كله انه صب الغضب واللوم كان على الام، النبذ الاساءات كلها عليها هي. الناس دي نسيت انه الأدى الراجل رغبة جنسية عاوز يفرغها، أدى زيها للمرأة تماما. عدل وصواب صواب، الاتنين عندهم نفس الرغبة اللي بتخليهم كبني آدمين قابلين للصواب وللخطأ. زي ما أنا قلت، يمشوا يفتشوا إنه يرضوا رغباتهم دي بغض النظر عن كان الكلام ده المجتمع بيوافق عليه ولا ما بيوافق عليه. دي حقيقة إحنا ما بنقدر نتملص منها، وتملصنا من الحقائق ده هو اللي بسببه هسي حاليا في طفل اتحرق، أمه طلعته من بطنها، وعشان ما تواجه المجتمع اللي حيشيل اللوم إنها حملت لكأنها هزت جذع نخلة وجابت الطفل ده براها ومسس السيد الثاني الفاعل، وكل حاجة خدتها عليها هي حاولت تتخلص عشان ما تواجه المجتمع ده. حاولت انها تتخلص من الطفلة بالطريقة الكعبة دي، ما حتكلم عليها هي ولا حتكلم هي جابت قوة القلب دي من وين. ده ما موضوعي هسه حاليا، موضوعي مجتمعنا اللي ما قادر يحدد لحد الليلة انه الصواب والغلط كما الراجل عنده المرأة عندها. الاثنين يا جماعة، ما في حاجة بتخليني أنا أجرم المرأة لما تغلط وما أجرم الراجل لما يغلط. ليه ما بنجيبون الاثنين ونواجههم بغلطهم؟ ليه إحنا بنكون عارفين أي زول في حلته عنده ولد لافي وصايع وضايع وكل الحله بتتكلم به، لكن عادي لما نيجي يعرس بيعرس ست البنات ليه حدهن، امه بتفتش له ست الاخلاق وست الحسب وست النسب. لكن واحده مسكينه ساكت اذا اخوها قبض الليله ولا بكره علقه الجن عشان كانت قاعده مع فلان، بعد يومين بتطلع على الاشاعات، وبعد يومين عشان واحد قاعد في مسطره الحله قال جاء عريس يتقدم ليها قال له والله يا اخت البنت الفلان دي اخوها دقاه عشان كانت مع علان حايمه، عادي بيصرف نظر، بينسى انه هو في يوم من الايام برضه كان قاعد مع وحده. منو يا جماعه اللي اداكم الاحقيه دي؟ منو خلاكم انتوا تجزئوا الحاجات زي دي؟ المبادئ ما بتتجزأ، الاخلاق ما بتتجزأ. الطفل اللي اترمى ده ذنب اتنين ما ذنب وحده. الوحده دي لما كانت بتدق عشان اتأخرت بسبب المواصلات، لما كان المجتمع بينظر لها نظرة جنسية في الشارع، أي زول بيتحرش بيها ما لاقية راحتها، لكن لقت حنين كده طبطب عليها بالجنبة، وهي كبني آدمة طبيعية جدا انجرت لعواطفها. وأنا بقول انجرت هنا لأنه الكلام المعسول والحاجات اللي بتمارس على البت من حبيبة بتجرها جر لانها تغلط معاه وتعمل حاجه زي دي، لدرجه انه يجي طفل يتجدع وتحاول تتخلص منه عشان ما تواجه المجتمع العفن اللي الناس دي بتكلم عنه ده. يعني احنا لازم قبل ما نجي نتكلم عن انه الطفل ده عشان ما يجي بالطريقه دي ويتجدع والمايقومه مليانه ونتكلم عن حلول، لازم نواجه روحنا قدام المرايه. زي ما هسه انا فاتحه كاميرا التليفون الاماميه دي وبصور لكم فيديو وشايفه نفسي بتكلم وزعلانه وعروقي نططوا،
انتوا كمان اجي زول لازم يقف قصاد نفسه كده في مرايه ويواجهها. الاخ يواجه نفسه، ليه انا بقمع اخواتي بالطريقه الكعبه دي لما يمشوا يلقوا لهم صدر حنين برا؟ الامهات ليه انا بقول لبنتي اخوك في حين انه ممكن اخوك راجل يعمل الحاجه اللي هو دايرها، لكن انت بنت ما بتقدري كانت داك كف تقول له ليه اديتني كف ما هو راجل. نواجه نفسنا بالحقائق حتى بعد ذاك نجي نشوف حل للمصايب اللي نحن حاليا فيها دي.